بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقتنا النهارده بتاعت العالم غدا هنرجع للعالم زمان، ونفتكر مع بعض القصة بتاعت كونت دراكولا. دراكولا أو مصاص الدماء دي من أقدم القصص الخيالية في العالم وفي الأدب العالمي، وكلنا فاكرين ان ده كان عبارة عن شخصية بتاخد البني ادمين وتمص دمهم، وكانت الشخصية دي لسبب ما بتعجزش، ما بيموتش. ده اللي انا جاي اكلم حضراتكم عنه النهاردة، وهو احدث وسيلة في العالم لشد الوش بدون جراحة وبدون حقن، واسمها دراكولا ثيرابي. ليه اسمها دراكولا ثيرابي؟ لانها بمنتهى البساطة بتعتمد على اننا بناخد العلاج من جسم الشخص نفسه. يا ترى عمرنا فكرنا في يوم من الايام ليه لما بتعور بقعد 3-4 ايام وبعدها بخف ازاي؟ بمنتهى البساطه بخف لان في حاجات في جسمي ربنا سبحانه وتعالى خالقها عباره عن صفائح دمويه. الصفائح الدمويه دي بتروح على المكان اللي فيه الجرح وتبدا تعمل شبكه، والشبكه دي يبدا يتكون عليها النسيج الجديد. ودي الفكره بتاعت دراكولا ثيرابي اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. الفكره كلها ان احنا بناخد عينه من دم المريض او دم الشخص، مش عايزين نقول مريض انه مش مريض، وبعدين بنعملها بمعامله خاصه، بنطلع منها الصفائح اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها عشان خاطر تساعدني على الالتئام. وبناخد الصفائح دي بنعالجها بطريقه معينه، وبنبدا تاني نعمل لها اعاده ضخ في الوجه. الضخ هنا بيكون عن كذا طريقه، مش حقن، ممكن يكون عن طريق ابر رفيعه جدا بتبدا تدخلها، او بنحطه بطريقه موضعيه على الوش. لما الصفائح دي بتبدا تخش جوه البشره بتبدا هي في مكان مش مكانها، يعني مش المفروض الوش مش متعور، فدخلت في مكان مش مكانها، وبالتالي بتبدا تؤدي وظيفتها اللي هي مش عارفه غيرها، اللي هي تبدا تعمل شبكه جديده. فلما تبدا تعمل شبكه جديده من الانسجه يبدا الوش ترجع له نضارته ويبدا يتحسن من اول وجديد. العلاج ده اول ما استخدموه خالص كانوا بيستخدموه في الالتهاب بتاع الاوتار عند المصابين، اللعيبه المصابين، لان زي ما حضراتكم عارفين العالم كله دلوقتي بيحاول يتجه ناحيه العلاج الذاتي، لان الجسم البشري هو احسن مصنع للادويه ربنا سبحانه وتعالى خلقه. دراكولا ثيرابي ده موجود في الولايات المتحده الامريكيه من سنه 2007، وبدا ينتشر في العالم كله لان ليه مميزات كتيره قوي. اول حاجه احنا بنعمل شد الوش بطريقه طبيعيه. تاني حاجه مفيش ماده غريبه بتخش جسمي. تالت حاجه لو احنا نسمع عن الخلايا الجذعيه، والخلايا الجذعيه دي احدث علاج في العالم لكل الامراض. يعني احنا نتوقع في خلال 2 ان شاء الله مرض السرطان ده مش هيبقى موجود بسبب الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه دهيت اللي هي مبنيه عليها نفس اساس الموضوع بتاع شد الوش بدراكولا ثيرابي. دي عباره عن خلايا بتبقى موجوده في الحبل السري بتاع الجنين، ما بتبقاش اتفرقت لاي نوع من انواع الانسجه. احنا اول ما بنتخلق بيكون في خليه وبتنقسم وتنقسم، وكل حاجه بقى تبدا تعرف انا هعمل كبد، انا هعمل كلى، انا هعمل مخ، انا هعمل قلب. بتبدا تتجه. قبل ما تتجه هذا الاتجاه بيكون اسمها الستام سيلز او الخلايا الجذعيه. العالم كله دلوقتي بيتجه، كل الابحاث في كل المجالات متجهه ناحيه احاول استخدم الخلايا الجذعيه دي واوجهها انها تشتغل في اي اتجاه. فيعني بطمن حضراتكم ان شاء الله مش في العالم غدا، يعني في الغد القريب ان شاء الله هيكون في علاج لجميع الامراض معتمد على الجسم البشري نفسه في استخدام المواد اللي موجوده فيا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لي ان انا اصلح بيها عيوب موجوده. كتير بقى من الناس بتبدا تسالنا ابدا اعمل العلاج ده امتى؟ يعني هل دراكولا ثيرابي ده او شد الوش بدون جراحه، او الاسم العلمي عشان لو حد عايز يعرف اسمه PRP اللي هو بليتلت ريتش بلازما، ابدا اعمله امتى؟ هل اعمله وانا صغيره ولا اعمله وانا كبير؟ دي غلطه شائعه ان احنا كلنا بنستنى على الحاجه لما تكتر. المفروض ان انا ابدا اي علاج بدري، المفروض ان الوقايه خير من العلاج زي ما بيقولوا. من المفضل ان انا طالما بدات احس ان بدات في تجاعيد تظهر في وشي، او ان في يعني بقع شمس بدات ما تبقاش لطيفه، ان انا ابدا بدري على قد ما اقدر. وخصوصا ان احنا زي ما قلت لحضراتكم ما بنستخدمش ماده من بره، بنستخدم دم الشخص نفسه او الدم المعالج بتاع الشخص نفسه. الموضوع ما بياخدش يعني اي ازعاج بالنسبه للمريض، الازعاج كله بيبقى للدكاتره اللي بتبدا تحضر العينه بطريقه معينه عشان تفصلها، انما ما فيش ازعاج للمريض خالص. تاني يوم على طول حضرتك لما بتعملي هذا العلاج او حضرتك لما بتعمل هذا العلاج تقدر انك انت تنزل في الشمس، محدش بيعرف عشان الستات كتير بتتضايق
عامله ايه وشاده وشك ولا الى اخره، محدش بيعرف اي حاجه، بتقدر نروح شغلنا عادي، بنقدر نعيش حياتنا بطريقه طبيعيه. لحد يمكن من كام شهر هذا العلاج لم يكن متوفرا، مش لصعوبته بس عشان خاطر ما كانش عندنا لسه في مصر الطريقه اللي بنقدر نفصل بيها العينه بشكل مناسب. بس الحمد لله من حوالي شهرين الموضوع بقى متوفر في مصر، اسعاره معقوله، يعني مش هنقول ان هي مبالغ فيها باي شكل من الاشكال، بتتعمل بنتائج كويسه قوي، وجميع الحالات اللي عملناها في مصر الحمد لله جايبه نتائج كويسه جدا، وعلاج امن زي ما قلنا. وانا يعني من وجهه نظري ان في خلال الفتره 6-7 اشهر الجايين دول ما حدش هيحتاج ان هو يعمل اي اجراءات ثانيه. بس ارجوكم يعني نحاول قدر الامكان، ان بدات تظهر لي حاجه ما استناش لما تظهر او توصل لمرحله متاخره، قدر الامكان ابدا اعالج الموضوع ده بدري، بحيث ان انا ان شاء الله يعني احاول قدر الامكان احافظ على، مش هنقول نرجع العمر، بس يعني نحافظ على نضارتنا، كن جميلا ترى الوجود جميلا، فنحاول نحافظ على جمالنا، وخصوصا ان الطريقه الجديده بالنسبه لنا ما فيهاش اي اعراض جانبيه، ما فيهاش اي مشاكل، ما بنخافش من حاجه، ما بيحصلش اي نوع من انواع الحساسيه، لان انا واخد الحاجه من جسم الانسان نفسه. دايما المشكله بتاعتنا لما كنا بنخش نعمل جراحه لواحده، ان الجراح الست نايمه، دي اول حاجه، يعني حتى مش في الوضع القائم بتاعها، الجراح بيبقى ما بين يعني مثقله وسندام، طب اطلعها مشدوده جامد قوي وارفع وشها جامد قوي عشان تبقى مبسوطه، ولا اسيبها نص نص وتقول الراجل ضحك عليا وخد فلوسي ما عمليش عمليه حلوه. فكان دايما يعني للاسف كانوا بيختاروا حته ان انا اشدها بزياده، وتبدا بقى المناظر العجيبه اللي احنا بنشوفها كلنا، وتلاقي مثلا واحده شفتيها من اسبوع، بعد اسبوع واحد بصيتي لقيتي وشها بقى شكله عجبه يعني. فالظريف في موضوع الدراكولا ثيرابي او شد الوش بدون جراحه هو ان انا هنا مستحيل يحصل المنظر العجيب بتاع الخدود اللي قد كده والحاجات اللي احنا ما بنحبش نشوفها ديت، والوش اللي مشدود زياده وتعبيرات الوش اللي رايحه، لان انا هنا الجسم نفسه هو اللي مطلع الكولاجين اللي بيبدا يشد وشي. فعمر ما بيحصل ابدا باي حال من الاحوال مشكله ان انا يبقى اوفر كوركشن، يعني يبقى الوش متصلح بطريقه زايده عن المرغوب. ودايما يعني اسمحوا لي، الجمال في البساطه، في الطبيعيه، المبالغه في الامور دايما ما بتبقاش حاجه لطيفه جدا. ودي برضو اضافه تانية لمميزات الدراكولا ثيرابي الجديد، اللي هو بيعتمد على جسمي انا، هو اللي بينتج الكولاجين المناسب لسني اللي عملت فيه هذا النوع من العلاج. الدراكولا ثيرابي دلوقتي برضو من الحاجات الجميله فيه ان هو بيرجعني نضاره البشره بالنسبه خصوصا للسيدات، يعني يمكن في قليل من الرجال، لكن بيرجع نضاره البشره تانية بطريقه طبيعيه ومره واحده بس، ما بيحتاجش يتعمل كتير زي الاساليب الاخرى للتجميل اللي احنا بنستخدمها. من المتوقع ان شاء الله ان هو في خلال شهور بسيطه خالص هيكون هو الخط الاساسي لعلاج جميع انواع التجاعيد، البقع اللي موجوده في الوش، ومش هنحتاج ان احنا ناخد اي مواد كيميائيه او ان احنا نعمل اي جراحات. وما نخافش من موضوع كلمه دراكولا، انا عارف ان الاسم يرعب شويه، بس يعني ايه، تيمنا بالشيخ دراكولا خدنا الاسم دهوت، والخط ماشي على هذا الاتجاه. كان في اخر مؤتمر طبي لجراحه التجميل كان موجود في مصر من 11-12 ابريل، كان الموضوع الاساسي عنه، يعني موضوع افتتاح المهرجان، كان الكلام على موضوع دراكولا ثيرابي، لان احنا لسه بنبتدي يعني مش عايز اقول نعلم الدكاتره، بس يعني نعرفهم ان هذا العلاج موجود. من اول ما توفر في مصر، مش عايز اقول لحضراتكم الاقبال كان بصوره جميله جدا من السيدات، فكره ان هو جلسه واحده، فكره ان هو حاجات من جسمها طبيعيه، فكره ان هو سعره معقول جدا 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 جدا، فكره ان هو بيتعمل مره واحده بس كل سنتين، كانت فكره مغريه جدا. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا اللي بيعمل حاجه حلوه بيبدا يقول لغيره، فبدا الموضوع ينتشر يعني. وفي توقعاتي ان يعني هنلبس بعد كده تيشيرتات مكتوب عليها انا مصري، وستات تلبس تيشيرتات مكتوب عليها انا بحب دراكولا، وراجل يرجع يتشهر تاني.